7 ديال الاسئله اللي كل مره كتهرب من انك تجاوب عليهم، حيت عارف باللي الا مشيتي تجاوبتي على هاد الاسئله غادي تولي مضطر تخرج من منطقه الراحه ديالك ودير داكشي اللي خاصو يدار باش انك توصل. جيب ورقه والستيلو باش تقيد هاد 7 ديال الاسئله، وإلا كتسنى مني انني نجاوب لك عليهم فراه غالبا غتكون اول مره كتشوف لاشين. ملي سال هاد الفيديو غطفي البيسي والتليفون وتمشي تجاوب على هاد الاسئله. اللي عليا هو انني غنلعب على دماغك وغنخليك قادر تجاوب عليهم والباقي عليك. نبداو. اولا، شنو هي الحياه اللي فعلا كنتمنى انني نعيشها؟ كل واحد منا كيتخيل واحد الحياه مثاليه اللي في واحد النهار يقدر يعيشها، ولكن شحال من مره التصور كيبقى غير في الاذهان ديالنا وما كنديروا والو باش اننا نوصلوا ليه. فبغيتك تسول راسك، واش كتشوف راسك من القدام عايش واحد الحياه اللي مريحه زوينه مليئه بالعلاقات وقويه، اولا كتحلم بحياه كلها مغامرات وانجازات؟ الا ما حددتيش نوع الحياه اللي باغي توصل ليه بدقه غادي تبقى ديما عايش بلا طموح، بلا هدف وبلا طريق واضحه فين غادي تمشي. هادشي كيطلع من الطموح ديالك وكيقربك بشويه بشويه من هذاك الشيء اللي باغي توصل ليه. وديما دير في بالك كل نهار كتعيشو هو خطوه كتقلص المسافه بينك وبين الحياه اللي كتستحق انك تعيشها. ثاني حاجه، شنو الهدف اللي باغي نوصل ليه في هذا العام؟ وسطر ليا بالحمار على في هذا العام. باش تبني حياتك خاصك واحد الخطه واضحه، والنجاح في تحقيق هدف واحد كافي باش انه يشحذ العزيمه ديالك ويخليك خدام بجديه على الطموح ديالك. وكثر من هادشي فرا الفرق ما بين الهدف والحلم ان الهدف كيكون عنده واحد التحديد زمني مؤقت، وكيكون عنده واحد المعنى اللي كيشعل فيك الرغبه وكيحركك انك تخدم كل نهار. فدرب راسك على الانجازات اليوميه. الا عندك هدف كبير خلي الهدف ديالك في النهار هو انك دير واحد الخطوات اللي غتقربك من الهدف ديالك، وما تخليش ان الايام تدوز وانت كتشوف وقتك كيتسرب ما بين يديك بدون مردوديه. ثالثا، شنو هما نقاط القوه والمهارات اللي كيميزوني على الناس الاخرين؟ كل واحد فينا عنده واحد الحاجه اللي كيتميز بها كتخليه مبدع بطريقته الخاصه، سواء كشيء فني فكري او حتى في العلاقات. راه الفرق كيبان ملي كتكون عارف نقاط القوه ديالك ومحافظ عليها، فين انك تحول واحد الادوات اللي من خلالها كتبرز وسط بزاف ديال الناس وكتولي عندك قيمه. الا كنتي باقي ضايع وسط بزاف ديال الحوايج وكتحاول تركز على كل شيء فراك كتخسر في الجهد ديالك على بزاف ديال الامور اللي ما كتعطيكش قيمه مضافه. ولكن ملي كتركز على حوايج اللي انت بارع فيهم كيولي عندك واحد الرغبه داخليه اللي كتخليك تخدم وكتعيش بدون اعذار. ونهار غادي تعرف الحاجه اللي عندك طاقات فيها سير وخدم عليها كل نهار، وما تخافش من الاخطاء. راه الخوف مجرد وهم كيدوب ملي كتواجه وكتغلب عليه. رابعا، شنو هي الانشطه اليوميه اللي الا التزمت بها غتخليني نزيد لقدام؟ حياتك اخويا واختي هي انعكاس على الانشطه الصغيره اللي كديروها كل نهار، ومن هنا كيبان شحال مهم يكون عندك وعي بالوقت اللي كدوزو. خاصك تسول راسك هذا السؤال، واش الوقت اللي كندوز كل نهار فعلا كيخدم الاهداف ديالي؟ كيفاش كتخدم على حياتك اليوميه باش تزيد لقدام؟ ملي كتحدد شنو غادي يوصلك الاهداف ديالك وكتفرز ما بين الانشطه اللي عندها قيمه واللي ما عندهاش قيمه بالنسبه لك كيولي مسار حياتك اكثر وضوحا، وكتعيش بواحد الطريقه اللي كتستغل كل لحظه فيها لاقصى حد بلا ما تحس براسك غارق في انشطه اللي ما عندها حتى معنى. خامسا، شنو هي القيم والمبادئ ديالي؟ القيم ديالنا هي اللي كتعطي معنى للحياه اللي كنعيشوها، وبلا بها كنوليو عايشين بلا توجه وبحال الحيوانات. ضروري انك تحدد هذه المبادئ اللي غتمشي عليها وتبني عليها العلاقات ديالك وقراراتك. حياتك اليوميه غادي تشوف فيها بزاف ديال الناس وبزاف ديال الاحداث، ولكن التعامل ديالك معاهم غادي يكون مبني على القيم والمبادئ ديالك. وكيف ما كنقول لك ديما، الانسان اللي كيتخلى على القيم والمبادئ ديالو هو انسان ما عندوش شخصيه ولا يستحق الاحترام. ونهار غادي تبدا تعيش الحياه ديالك بناء على القيم الواضحه ديالك غتعيش بواحد الراحه نفسيه وبلا تناقض. سادسا، شنو هي الحاجه اللي كتخلينا فرحان في هذه الحياه؟ حياتنا كلنا عندنا فيها مصدر ديال الطاقه اللي خاص بينا حنا بوحدنا. كل واحد كيعرف الحاجه اللي كتفرحو وكتخليه يحس بالرضا على ذاته. شنو الحاجه اللي كتخليك تحس بان الحياه عندها معنى وعندها مذاق؟ الا كانت الانشطه اللي كدير كل نهار كتعطيك طاقه فهاد الشيء غيخليك انك تكمل في الطريق اللي بديتي فيها. ملي كتخدم على الحاجات اللي كتزيد من السعاده ديالك راه كتولي عايش في واحد السلام داخلي وكتكون مستعد لاي تحدي يواجهك. علاش؟ حيت انت ديجا عندك واحد الطاقه، عندك واحد القوه اللي غتعاونك انك توقف في مواجهه ديك التحديات. فركز ليا على شنو هما الحوايج اللي كيفرحوك، وحاول انك، وكنصيحه مني، هاد الحوايج اللي كيفرحوك ملي تعرفهم وتكتبهم في ورقه حاول انك تبدا تاخذهم كمكافاه على واحد الجهد اللي بذلتيه في الاهداف ديالك. واخر سؤال، شنو هما المخاوف ديالي؟ واش فعلا مخليهم يديروا فيا ما بغاو وفي قراراتي؟ الخوف كيبقى عائق كبير قدام بزاف ديال الناس،
وشوف ما غاديش نطول معك في هذا الموضوع. الفكره العامه هو انك حاول تغلب على الخوف ديالك، ولا ما كنتيش عارف كيفاش فرا تقدر تدخل الفيديو اللي قبل من هذا دويت فيه على الخوف بالتفصيل وريتك كيفاش تتعامل معاه. غنخلي لك اللين ديالو في الديسكريبشن، دخل الوصف كليكي وتفرج كيما بغيتي. الى هنا كتسالي الحلقه ديالنا. شنو غدير دابا؟ غطفي داك البيسي اولا داك التليفون وتمشي تجاوب على هاد الاسئله، ونتمنى انك ما تكونش ضيعتي الوقت وبقيتي كتفرج بلا ما تقيدو. رجع دابا وقيدهم كاملين وطفي هاد الشو نوت، خلي دماغك يخدم على ما هو واقعي. بارك عليك من اللاوعي اللي كتفرج فيه كل نهار. مزيان انك تتعلم، مزيان انك تسمع الانسان، ومزيان انك تاخذ نصيحه، ولكن ما تخليش الدماغ ديالك يولف هذا الماستربيشن. خويا اختي ركزوا، راه ما غاديش تعيش جوج مرات. استغل كل دقيقه في داكشي اللي غيوصلك. لايك، سبسكرايب وشي كومونتي الا عجبك المحتوى. كان معك سكارنوكس، تهلا.